كل موسم او موسمين بيظهر لاعب كده يتألق ويكسر الدنيا، ولما يجي يروح نادي كبير بمبلغ كبير يكتشفوا ان هما لبسوا اكبر خازوق في التاريخ. وفي فيديو النهارده هنتكلم عن لعيبه كسرت الدنيا ولما راحت انديه تانية اختفوا تماما. وهنتكلم النهارده عن 3 لعيبه، ولو عجبتكم النوعيه دي من الفيديوهات هنزل لكم بالجزء التاني. نبدأ برقم 3، هو ارثر ميلو النجم البرازيلي اللي لعب في برشلونة ويوفنتوس وانتقل لنادي ليفربول في موسم 2022، لكن بسبب الاصابات ارثر ميلو ما شفناهوش بيلعب مع ليفربول اصلا، ويعتبر من افشل الصفقات اللي عملها ليفربول في اخر كام سنه. رقم 2 معانا هو النجم الايطالي فيدريكو كييزا اللي كان مكسر الدنيا ومتالق مع نادي فيورنتينا في موسم 2021 وفي بطوله يورو 2021 مع منتخب ايطاليا اللي فاز بيها في الاخر. وكان في وقت البطوله فيدريكو كييزا بيلعب في نادي يوفنتوس معار من نادي فيورنتينا، وبعد الاداء المميز اللي هو كان مقدمه في البطوله نادي يوفنتوس قرر تفعيل بند الشراء من نادي فيورنتينا بمبلغ 44 مليون يورو، وقضى اغلب الوقت في المستشفى. ونيجي رقم 1 معانا واخر لاعب معانا في فيديو النهارده هو داروين نونيز اللي كان مقدم مباراه كبيره وموسم كويس جدا مع نادي بنفيكا في موسم 2022، وبعد ما سجل 3 اهداف في مرمى ليفربول في دوري ابطال اوروبا يورجن كلوب استعجل وقال لك انا عايز اللاعب ده يكون معايا، وبسبب مباراه واحده يورجن كلوب قرر يتعاقد مع داروين نونيز ب 85 مليون يورو من بنفيكا، وحتى الان داروين نونيز لم يقدم الاداء المنتظر منه. لايك وفولو واستنى الجزء الثاني.